السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة جديدة كده وسريعة. هنعمل مع بعض الكشري المصري. مش معانا حاجات كتير يعني، بس ان شاء الله هيطلع حلو. انا معايا نص كيلو رز، ربع كيلو شعرية، معايا كيس مكرونة سباكيتي. انا مش هستخدمه كله، هاخد نفس المقدار بتاع المكرونة اللي هي مش بتاعة التحمير، الاكبر من بتاعة التحمير شوية. ده تقريبا ربع كيلو. ومعايا ربع كيلو حمص وربع كيلو عدس، ومعانا توم وبصل وليمون وفلفل وطماطم. تعالوا بقى نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده انا هعمل الصلصه الاول. الكشري ده في ناس كتير بتحسبه ان هي اكله صعبه، لكن بالعكس دي اكله سهله جدا. هضرب القوطه الاول في الخلاط، مع ان بقى الحمص ده بياخد وقت في السوى، فانا هسويه الاول هو والعدس. نقيه بس كويس، لو في اي حاجه مش كويسه انا بشيلها. هغسله بقى واحط فيه ميه وهعلق عليه الاول. انا كده بقى غسلته وحطيت فيه ميه بالشكل ده، بس انا زودت له الميه لان هو بياخد وقت طويل عقبال ما بيستوي. حطيت معاه شويه سكر عشان يستوي بسرعه. ومعايا برضو العدس برضو عشان بياخد وقت في السليق. انا برضو مش عايزاه يبقى مسلوق سوا كامل يعني. هغسله برضو كويس واحط فيه ميه، برضو هعلق عليه على النار. انا برضو هنا غسلته وحطيت فيه ميه وزودت له شويه ميه صغيرين عشان يبقى مظبوط في السوا بتاعه. هحطه برضو على النار. بعد كده بقى هجهز البصل. انا هقطع البصل طرنشات صغير رفيعه نصه بالشكل ده كده، رفيع خالص. انا هعمل بصل كتير لان احنا بنحب البصل بتاع الكشري. اهم حاجه ان هو يتقطع رفيع عشان يبقى كمان يبقى ناشف بيقرمش. اخلص بقى الكميه وارجع لكم تاني. كده بقى انا خلصت الكميه كلها. هجيب مصفى احطهم فيها، افتحه بالشكل ده، هنزل عليه بقى بشويه ملح، اقلب الملح فيه، وهنزل عليه بمعلقه دقيق كبيره بالشكل ده كده. هقلبه برضو كويس كده بقى، نسيبه شويه وبعد كده هنبقى نحمره. ده بقى هجهز البصل بتاع الصلصه. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنكمل هنعمل ايه تاني. كده انا سلقت العدس كده بقى كويس معايا، مش هعمل فيه حاجه تاني. هشيله وهسلق مكانه المكرونه. كده انا حطيت الميه، هحط معلقه ملح كبيره ومعلقه زيت كبيره. وكده انا معايا الحمص بيتسلق كمان، هو كده قدامه شويه صغيرين، ما قداموش كتير. هسيب بقى الميه تغلي والحمص يكمل سواه وارجع لكم تاني. انا بقى غليت معايا، هنزل بالمكرونه. اي نوع مكرونه بقى انت تفضليها ممكن تسلقيها. انا بحب اعمل السباكيتي مع المكرونه اللي هي بالشكل ده كده. انا مش هحط الكيس كله، هحط بس، هستخدم نص الكيس بس. نبص على الحمص تقريبا كده خلاص داخل على سوا. هخلص بقى ارجع لكم تاني. سلقنا المكرونه وصفيتها بالشكل ده كده، وهنا عملنا بقى خلاص الحمص برضو استوى بالشكل ده. هصفيه بقى وارجع لكم تاني. تعالوا بقى نعمل مع بعض البصل. هحط زيت، بس هحط زيت كتير يعني، لان انا محتاجه الزيت ده في كذا حاجه، مش هعمل حاجه واحده يعني، مش البصل بس. كده بقى الزيت سخن معايا، هنزل بكميه البصل، هسيبه بقى يحمر براحته خالص. بصوا كده ما شاء الله ابتدى ان هو يحمر كده وبقى ما شاء الله جميل جدا. هفضل بس هقلب فيه شويه عشان خاطر يبقى كله نفس الحمار كده. بقى ابتدي ان انا اطلعه. اهم حاجه ان هو يتصفى كويس. انا حاطه هنا طبق وتحت وعليه مصفى عشان اطلع البصل فيه. كده بقى بعد ما عملنا البصل، تعالوا بقى نعمل الصلصه. انا معايا بصلايه كبيره متقطعه بالشكل ده، وبنفس الزيت بتاع البصل نحط شويه زيت كده. بقى شكل البصل معانا ما شاء الله وبيقرمش وجميل. اللهم صل على النبي، يعني حاجه جميله جدا. انا ما بخليش البصله تحمر، لا انا بس بخليها ان هي تدبل بس شويه. كده بقى البصله دبلت معانا بالشكل ده كده. كده بقى نحط التوابل بتاعتنا. انا هحط واحده مرقه دجاج، هي دي اختياري، عايزه تحطيها براحتك، مش عايزه تحطيها برده براحتك. هحط رشه توم باودر، يعني حوالي معلقه، نص معلقه صغيره او ربع معلقه صغيره، وزيها بصل باودر. احط معلقه كمون، رشه كزبره ناشفه، ومعلقه كبيره من الفلفل الاسمر. بعد كده هحط معلقه كبيره من الملح. تعالوا بقى بعد كده نعمل مع بعض الرز. في الحله دي حطيت بقيه الزيت اللي انا
حمرت فيه البصل، بقيت الزيت بتاعه انا حطيت برضو هعمل منه الرز. انا حطيت كده الزيت، هسيب الزيت يسخن خالص. هنزل بقى بالشعريه كده. معايا الصلصه بقت مظبوطه. الصلصه بتاعت الكشري ما بتبقاش ولا تقيله ولا تبقى خفيفه قوي، بتبقى يعني من النص متسبكه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بقى الصلصه بقت معانا جاهزه، انا هطفي عليها كده. الشعريه قربت تتحمر برضو كده. بقى الشعريه معايا اتحمرت، هنزل بقى عليها بالرز. غسلاه كويس جدا، هقلبه تقلبتين ان هو بس يتشوح شويه مع الشعريه، وبعد كده هنزل عليه بالميه. هنزل عليه بشويه فلفل اسمر، وبعد كده هنزل بالملح. هظبط بقى الملح بتاعه، واول ما يغلي هوطي عليه النار كده. الرز ابتدى يغلي معايا، هغطيه بقى وهوطي عليه النار خالص. هسيبه بقى كده يستوي براحته. تعالوا بقى نعمل مع بعض الدقه. انا معايا برطمان، ده كان مكانه دقه كنت عاملاها قبل كده، كانت في التلاجة يعني ان هي كويسه مش وحشه كده. معايا شويه توم يوصلوا بالشكل ده كده، هحطه في البرطمان بالشكل ده كده. معايا بقى ليمونه كده، تكون ليمونه كبيره، لو مش ليمونه كبيره يبقى ليمونتين صغيرين او ليمونتين وسط، يعني على حسب بقى انت بتحبي الليمون قد ايه. كده شويه ملح صغيرين مش كتير. هحط خل معلقه كبيره مثلا، ومعلقه كبيره من الكمون. هقلبها بقى كويس كده، وبعد كده هضيف الميه. دي الدقه البارده زي ما بيقولوا، ما بتكونش معموله على النار يعني مش سخنه، سهله وسريعه جدا. وكده انا خلصت الدقه بتاعتي. بس عملتها ازاي الكميه دي كلها ان شاء الله. هعمل بقى بعد كده الشطه. هجيب طبق هحط فيه شويه زيت، بعد كده هحط شطه. احنا عشان بنحبها تبقى حرقه زياده عن اللزوم، فبحط شطه كتير، يعني حوالي 4 معالق كده شطه كبيره. هقلبها بقى الاول في الزيت. شطه حرقه جدا. تعالوا بقى نغرف مع بعض. الرز معانا كده استوى. نحط الرز الاول. الرز بقى اول المكرونه اللي انتوا بقى بتحبوه في الكشري تقدروا تعملوه. طبق بقى ده متاح بالنسبه لكم يعني. بس ما شاء الله الرز طلع معايا مفلفل ما شاء الله جميل. عشان نزود رز عشان المكرونه ما شاء الله. حتى المكرونه مفلفله معايا جميل ما شاء الله كده. بعد كده بقى احط العدس. بعد كده هنزل بقى بالصلصه. اللي عايز صلصه كده كده انا بحط صلصه جنب الاكل، واللي عايز بيزود. تبقى حمص، انا بحب الحمص الكتير عشان كده انا بكتره في الطبق. اخر حاجه بقى بحطها هي بقى البصل. ما شاء الله البصل مقرمش وجميل كده. بقى ده الشكل النهائي بتاع طبقنا. الف هنا وشفا. ادي الدقه وادي الشطه. متنسوش بقى تجربوا الكشري بتاعي لو عجبكم. متنسوش بقى تعملوا لي اللايك الجميل والكومنت الحلو، عشان الكومنت الصراحه بيعجبني جدا. قولوا لي بقى ايه رايكم في الكشري الجامد ده. بس انا نحط صلصه كمان. ادي كده الصلصه بتاعتي. متنسوش بقى تحطوا لي لايك وكومنت جميل. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.